صباح الخير. وب 23 ديسمبر بمطار فانكوفر الكندي رحلة طيران تابعة للخطوط الهندية رقمها AI 186. الطيارة بوينغ 37 بتساعد 344 راكب عم تستعد لرحلة من فانكوفر على دلهي وحتعمل اسكال بفيينا. بالحقيقة كل الأمور عادية مثل أي رحلة تانية باستعداداتها، إلى أن بيوصل سموه على المطار. بتقولوا له من سموه؟ بقول لكم قائد الطياره، كابتن الطياره، الطيار. وصل على المطار مطفي. بتقولوا لي شو مطفي؟ مطفي خالص. الشرطه بتقول له مين انت؟ على خلوصه هو، انا الطيار صباح. قال له يا طيار بالهندي، قال له يا اكيد. قال له يا طيار انت شكلك مقطوع عندك الطيار، انت مطفي بالمره. المهم بتعتق له الشرطه وبيعملوا له اختبار الكحول. بيطلع عنده نسبه عاليه بدمه. مرتين بيعملوا له الاختبار والمرتين بيطلع بوزيتيف. اكيد بتعتق له الشرطه وبتتصل بالسلطات الهنديه وبتبلغهم انه لازم يعملوا تحقيق بهالموضوع هذا. طيب شو اخبار الركاب والناس؟ تاخرت الطياره عده ساعات لبال ما امنوا بديل اخر. هيدي مش اول مره، في تحذيرات وفي كتير انتباه وتوجيه للطيران الهندي انه ينتبهوا على هالموضوع هذا. بتقلي شو شعورك؟ يعني بقول لك انا اتصور انا الراكب وهذا الكابتن تبع الطياره. ما هو يا كل الركاب بدها تهرب يا كل الركاب بدها تكون زيه مطفيه لتقطع الرحله، الله بيعرف كيف.